السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. مباراة ستجرى حارقة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكرواتي في العاصمة القطرية الدوحة. مباراة ستكون حارقة تختلف تماما عن المباراة التي أجريناها معهم في بداية هذه البطولة. أظن على أن المنتخب الوطني المغربي أمام فرصة سانحة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه كمحتل المركز الثالث في كأس عالم، ربما مختلفة تماما عن جميع النسخ بالنسبة للمشاركات العربية والإفريقية. تنظيم رائع من الدولة القطرية مشكورة. المنتخب الوطني المغربي قدم كل ما يملك، وليد الركراكي أضاف قدم الإضافة لهذه المجموعة. أظن على أنه يجب تحسين عقده، لأنه يستاهل أن يكون لديه عقد محترم مع المنتخب، لأنه أدخل الفرحة على المنتخب الوطني المغربي وعلى جميع الشعوب العربية والشعب المغربي خاصة. المنتخب الوطني المغربي مباراة لن تكون سهلة أمام الكروات العطاشة. الكروات يأخذون المباراة عطش، لا يستسلمون أبدا. ستكون مباراة حارقة، ولكن أجروا 120 دقيقة مع اليابانيين، وأجروا 120 دقيقة مع المنتخب البرازيلي، و90 دقيقة حارقة مع المنتخب الأرجنتيني. ورأينا كيف انهاروا في الشوط الثاني أمام المنتخب الأرجنتيني. أظن على أن الكروات ليسوا في أفضل حال بدنيا، لأن تقدمهم في السن وإجرائهم 6 مباريات في فترة وجيزة أنهكهم كثيرا نفسيا وبدنيا، والهزيمة والإقصاء أنهكتهم نفسيا وذهنيا. أظن على أن المنتخب الوطني المغربي إذا كان في المباراة منضبطا تكتيكيا وفنيا، سأظن على أن المنتخب الوطني أمام فرصة سانحة للفوز على الكروات. المنتخب المغربي بإمكانه الدخول عبر التاريخ، عبر أبواب المونديال كمحتل للمركز الثالث. ستكون تعلية سقف طموحات الدول العربية والإفريقية في البطولات المقبلة لنسخ كأس العالم. أظن على أن ليس هناك أي مبرر. نمتلك جيل رائع من اللاعبين، مدرب رائع، رئيس جامعة مشكور، يوفر كل ما يلزم لهذا المنتخب. أظن على أن المنتخب الوطني المغربي في الطريق الصحيح، وهدفنا الآن بعد نهاية مباراة كرواتيا سيكون هو الفوز باللقب في كأس إفريقيا 2023، وحين ذاك ستكون فرحة كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي وللشعب المغربي. المنتخب الوطني المغربي نتمنى له كل الحظوظ، وحظوظه وافرة إن شاء الله في المباراة. سيكون أمام منتخب صعب، أمام منتخب يمتلك تجربة، يمتلك أحسن خط وسط في هذه البطولة، ولكن المنتخب المغربي لا يقل عنه في شيء. لدينا خط وسط رائع، ربما لدينا غيابات في خط دفاع على غرار غانم سايس، وهو خطأ ارتكبناه بإقحامه في المباراة ضد فرنسا. كان يجب أن يستفيد من أيام راحة أكثر ليكون في مباراة ترتيب أو مباراة نهائية. أظن على أنه خسرنا ورقة في المباراتين بإدخاله في الربع ساعة الأولى أمام المنتخب الفرنسي، ولن يلحق بمباراة كرواتيا. نيف أجرد ربما قد يكون جاهزا للمباراة، ونتمنى ذلك. النصيري ربما أظن على أن عطية الله لاعب الوداد يستحق أن يلعب المباراة رسميا. المنتخب الوطني المغربي سيكون أمام مباراة معقدة، مباراة للمركز الثالث. أظن على أن إذا انتصر فيها سيكون شيء رائع، وستكون نهاية ملحمة كروية جميلة بالنسبة لهذا الجيل الذي ربما أحسن جيل في تاريخ كرة القدم الوطنية. لم نعد نشعر بتلك الرهبة أمام الفرق الكبيرة على عكس ما كنا نشعر بها سابقا. الآن المنتخب أصبح ينتصر على بلجيكا بالنتيجة والأداء، ينتصر على إسبانيا، ينتصر على البرتغال، يقهر فرنسا بطلة العالم. فرنسا ربما 80 دقيقة وهي تدافع، لم تستطع أن تسيطر على المنتخب الوطني، بل بالعكس المنتخب الوطني سيطر على المباراة، ولكن خطأين دفاعيين. الأول أتى في دقيقة حساسة جدا، وهي الدقائق الخمسة الأولى، والهدف الثاني بعد تضييع مجموعة من المحاولات. سيعاقبونك اللاعبين المهاريين بلا شك. أظن على أن المنتخب الوطني المغربي قدم كل ما يملك، قدم كل شيء، مشكور على ذلك. وستكون نهاية المباراة مع كرواتيا إن شاء الله باحتلال المركز الثالث، و نطلعوا البوديوم مع الأرجنتين ومع فرنسا. أظن على أن هذا الجيل يستحق ذلك. كل دعوات العرب والمسلمين معه، ونتمنى لهم كل التوفيق في تلك المباراة. والسلام عليكم ورحمة الله.